وقالت أنا بحبك، وبعدين نفخت في وشي. جسمي هنا كله اتخدر ووقعت فاقد الوعي. بيقول أنا فضلت أيام في الكهف ده جسمي متخدر مش قادر أتحرك، دايما نايم وحاسس إن في ست نايمة جنبي، لحد ما في يوم المخدر اللي كان في جسمي ده كأنه راح وصحيت، لقيتها واقفة قدامي وقالت أنا بحبك بس عشيرتي مش موافقة، كفاية الوقت اللي قضيناه مع بعض، أنا مش هأذيك وهرجعك لبيتك. بيقول بقى صحيت لقيت نفسي قدام باب شقتك ومش فاكر أي حاجة غير إن خبطت عليك ومش قادر أتكلم، وبعدين بطني وجعتني ودخلت الحمام. النور كان شغال عادي عندك وفجأة طفى عليا واشتغل تاني، وشفتها قاعدة في الحمام فافتكرت كل اللي حصل. وهنا قامت وفضلت تضرب في دماغي بالمراية كأنها عايزة تقتلني، ودي كانت آخر حاجة أنا فاكرها. بيقول حسام أنا بصراحة ما كنتش فاهم هو بيقول إيه، كأنه اتجنن، لكن التحاليل كلها بتقول إنه سليم. ومع الوقت إبراهيم اتحسن بس حركته بقت بطيئة وكلامه تقيل ولسانه كمان تقل، وكان واضح جدا إنه اتغير. كنت بروح له البيت وأشوف حاجات غريبة، يعني مثلا يدخل المطبخ عشان يعمل شاي ويتأخر، ولما اروح اشوفه اسمعه بيضحك وبيتكلم. اسأله انت بتكلم مين؟ يقول لي بكلم حد في التليفون، وابص مفيش تليفون اصلا. واحيانا كنت بشوفه من شباكي واقف في البلكونة بيكلم حد مش موجود. وفي يوم رحت له سألته انت ايه اللي بيحصل معاك؟ فجأة سمعنا حاجة وقعت واتكسرت. دخلت الصالة ولقيت موبايلي واقع ومتكسر خالص، مع انه كان على ترابيزة واطية، مستحيل اصلا يقع بالشكل ده، وحتى لو كان وقع ما كانش اتكسر اصلا. سألته هو في حد هنا؟ فهو هنا ضحك وقال لي لا مفيش اي حد. وهنا بقى فجأة سمعنا صوت ست من أوضة بتقول بعربي مكسر انا اللي كسرته وانت مش مرحب بيك هنا، اطلع فورا. انا طبعا اتصدمت واتجمدت في مكاني، ومن غير ما اقوله رحت جاري بسرعة وقربت من باب الأوضة. فتحته بسرعة ولكن لقيته ما بيتفتحش، ولما جيت اقفله الباب اتزق بقوة على ايدي كأن في حد وراه. خرجت من عنده وانا مرعوب، وكانت الساعة بالليل الساعة 12. حد خبط على بابي وفتحت لقيت ابراهيم مرعوب. قال لي دخلنا عندك بسرعة، في واحدة مرعبة معايا في البيت. قلت له مين؟ قال لي نفس الست بتاعت الغابة. دخل عندي طبعا ودخل اوضتي الضلمة وقعد على السرير، وبعد شوية قال لي